عسلامة ومرحبا بكم. أنا سلمى السيد، أصيلة معتمدية مكتب من ولاية سليانة، متخرجة من 2005، متحصلة على شهادة تقنيسية في الإدارة. مشيت نظرت كيما الشباب الكل اللي ما عندهمش حظ في بلادهم وكل شيء، مشيت لسوسة، خدمت 8 سنين في البريفي من شركة لشركة، كسبت تجربة وكل شيء. من بعد عنا سيدة هي مرأة أعمال، مدام زينة بوكادي. السيدة هذه عندها مشروع قائم في تونس، مشروع خياطة. حبت، هي بنت البلاد زادة بنت مكثر وكل شيء، شافت برشا ناس يتخرجوا من السونتر، عندنا سونتر نتاع تكوين وكل شيء وما عندهمش وين يخدموا، عندنا برشا خياطات وبرشا ناس تحب تخدم وما عندهم وين يخدموا. حبت تعمل مشروع في مكثر، التمويل ذاتي، الماتريال حاضر، المارشي حاضر، الا انه وجدنا برشا صعوبات في مكثر، مع انه للاسف الشديد زوز معامل، زوز فضاءات ما همش بكريين فارغين، خاصه فما معمل هذا 9 سنين ما هواش تحت الاستغلال. كي جينا نحنا باش ناخذوا فيه وكل شيء تعطلنا، عندنا 2.5 شهور نجروا وراه المعمل هذايا باش ناخذوه وكل شيء. اخر ما صدر من الولايه وكل شيء، المعمل هذا يلزم يهبط في بته عموميه ويصير فيه ناس تتزايد عليه، واللي يدفع اكثر فلوس هو اللي ياخذه. بار كونتر اللي نحن ما فماش مشاريع لهنا في مكثر، هذه الوحيده المستثمره اللي تحب تستثمر في مكثر وكل شيء. انا حايره وعاجزه، كيف هي، انا مالي الا النوبه هي صاحبه المشروع، عاجزه وحايره. اذا كان يجي مشروع كيف هكا راس ماله 170 مليون دينار وباش يخدم 120 امراه، وبقطع النظر على العساس وعلى اللي باش على الشوفور اللي باش يخدم معاه، وعلى الاولاد اللي باش يدخلهم، وعلى جماعه السونتر اللي باش يدخلهم يعدوا ستاجير، فما نقطه استفهام علاش هكا؟ اسكو مكثر ما تجيش فيها معامل؟ مع انه ونأكد ونتحمل مسؤوليتي في كل كلمه قلتها، انه فما معامل، فما ديلوكو موجودين في بلايص اخرى كيما سليانه كيما اكسترا اكسترا. علاش اللي يحب يستثمر في بلاده ما ينجمش؟ علاش نحن بنات السونتر نبعثوا فيهم يعدوا في ستاج في مسجد عيسى وفي سوسه، واللي هما ما يعدوش الستاج نتاعهم كوم يفو؟ علاش ما نقبلوهمش نحن؟ علاش ما نتبنوهمش نحن؟ وخاصه انه المارشي نتاعنا حاضر، كل شيء حاضر. المراه عامله عقد في 65,000 زي، وعندنا الوثائق وعندنا ما يثبت 2.5 شهور والمعمل فارغ ونحن ما لقيناش حتى حل. هكا علاش نحن اليوم نستنوا في السيد الوالي وان شاء الله نخرجوا بنتيجه.